دي انا عمري ما شفت معسكر للنادي الاهلي بالشكل ده، سواء معسكر دوره وديه، فتره اعداد، مدرب اجنبي ومدرب مصري. انا ما شفتش كميه اللعيبه اللي من اول ما وصلت امريكا لحد قبل المباراه الاولى. انت ده مش معسكر، ده مش معسكر اعداد لبطوله كبيره. 4 لعيبه كل يوم في برنامج، البرنامج بيصور تمرين موجود، والراجل المدير الفني بيدي تعليمات وحد بيشرح كمان الراجل بيقول ايه. ده مش طبيعي في النادي الاهلي. احنا كلنا عشنا جوه النادي الاهلي. لو حتى مباراه اعتزال ما كانتش بيتعمل معاها الاهلي كده. بصلها من ناحيه استثماريه يعني عادي، بس انت عوائد تتحكم فيها، عوائد ماديه. تتحكم فيها، ادي لقطات معينه، ادي اللي انت عايزه، ما تبقاش مستباح بالشكل ده. يعني انا وجهه نظري لعيبه النادي الاهلي اتحرقت اعلاميا قبل البطوله، كلهم احاديث، كلهم كلامهم بره الملعب. انا عايز اشوف الاداء جوه الملعب. ده وصلك ان انت دخلت البطوله متاخر. انت لو عكست الاداء بتاع بورتو في اول مباراه وكسبتها، كان زمانك دلوقتي مريح وبتتعامل معامله تانية خالص. انت رايح بدري ليه؟ رايح بدري عشان تتعود على الاجواء. ده فرق معاك في المباراه الاولى او الثانيه؟ بالعكس، انت الشوط الثاني من كل مباراه بتنزل بنسبه 100%، مش قادر تمشي في الملعب. امال انت رحت ليه 10 ايام بدري؟ انت عشان تتعود على الاجواء دي. فدي نقطه سلبيه كبيره جدا. نقطه برضو ثانيه، يمكن الظروف ما خدمتش النادي الاهلي في عدم وجود الكابتن محمود الخطيب. تواجده لوحده المعسكر بيبقى وضع تاني والله طبعا. والبعثه كلها بيبقى وضع تاني، بتبقى اجواء مختلفه. فحظك السيء ان هو مش موجود في البعثه دي.